تفتكروا طفل في عمر 3 سنين أو 2 أو 4 سنين ممكن يعاند ليه؟ طبعا معظم الأهل بتفتكر إنه ده بيعاندني عشان يغيظني. طب هو هيغيظك ليه؟ يعني هيغيظ والدته ليه؟ هيغيظ باباه ليه؟ الفكرة كلها إنه الطفل مش بيعاند. الطفل في عمر من 2 ل4 سنين بيبتدي يحاول يقول أنا موجود، شوفوني، أنا عايز أقول لأ، أنا عايز أعمل حاجة بمزاجي. طب لو ده ما توفرلوش في الحياة، لو ما توفرلوش في جو البيت، فهيبتدي يعمل إيه؟ يعاند. لم ألعابك؟ لأ مش هلمها. يلا عشان ناكل؟ لأ مش هاكل. يلا عشان تنام؟ لأ مش هنام. يلا عشان تلبس؟ لأ مش هلبس، وهكذا. طب الحل إيه؟ الحل ببساطة شديدة جدا، إن الطفل في السن ده بيحب يحس إن هو بني آدم، يؤخذ بكلامه. في أهالي هتقولي يعني حتة عيل صغير هنعمل له اعتبار؟ طبعا هنعمل له اعتبار، لأن أنا لو ما عملتلوش اعتبار من صغره هو هيطلع ويكبر على إنه هو إنسان مهمش، ملوش دور، ملوش رأي، مش هيعرف يلاقي نفسه. فالحل في العناد في السن ده إن أنا أخير ابني دايما. الطفل اللي عنده 3 سنين بيخير وبيعرف يرد حتى لو مش بيعرف يتكلم، بيخير وبيقول أو لأ. كلمة لأ في المرحلة دي مش غلط، مش سلوك يحتاج لتعديل، بالعكس المفروض يقول لأ، والمفروض ان احنا نعلمه ونوجه لأ دي ونقننها ونعرفه امتى عشان يقدر يدافع عن نفسه، يقدر لما يكبر ويروح مدرسة يقول لزميله لأ، يقدر لو حد حاول يقرب له بطريقة مش صحيحة يقول له لأ. فبلاقي اهل كتير بتقول ابني بيقول لأ وانا مش عايزاه يقول لأ. هو لازم يقول لأ، انا لازم اعلمه امتى يقول ده. انا لو انا ما عنديش حاجة اقولها له عشان يقول عليها لأ، هقعد اختلق مواقف عشان اسمع رده اللأ دي. بنلاحظ احيانا طفل من عمر 2 ل3 سنين لما بنقول له على حاجة عايزينه يعملها بيقول لأ وبيروح يعملها. هو بيقول لأ لمجرد انها كلمة جديدة اكتسبها وعارف معناها، فزيها زي اي كلمة اتعلمها مننا واكتسبها مننا بيمارسها. طيب نرجع تاني، اعمل ايه؟ بخيره. قبل ما نيجي ننزل بنص ساعة يلا عايزين نلم الألعاب عشان احنا شوية وهننزل. بعد ربع ساعة يلا هنلم الألعاب عشان شوية وهننزل. بعد 10 دقايق يلا بينا وأنا هساعدك وهلم معاك الألعاب، وابتدي أساعده بلم الألعاب. هو لما هيلاقيني بساعده هيبتدي يتحرك معايا بسهولة وهيبقى مبسوط بحاجة زي كده. أقلل أوامر، أخف عليه من الكلام اللي هو يلا دايركت لازم أعمل ده. هقلل أوامر خالص، هبتدي أديله بدايل. يعني مثلا أنا هنتغدى دلوقتي أو هنتغدى كمان ربع ساعة، اجي أقول له يلا ناكل دلوقتي ولا كمان ربع ساعة، خصوصا لو بيلعب. هو هيختار انه كمان ربع ساعة، هو مش فاهم يعني ايه ربع ساعة، بس هو اختار الاختيار التاني. طب انا كده عملت ايه؟ انا حسسته بقيمته، حسسته انه عنده رأي، حسسته انه له لازمة موجودة في حياتنا وفي حياته، وقللت حدة العناد. قبل ميعاد النوم او قبل ما هاجي انيمه مفيش حاجة اسمها خطف واخده وانيمه، في حاجة اسمها هننام كمان ربع ساعة، كمان 10 دقايق، خلاص باقي 5 دقايق. هو خد الارم ان هو هينام بعد الفترة دي، فبيبتدي هو حط في دماغه وعارف ده، فبيبتدي يلحق يخلص اللعب بتاعه ويخلص اللي في ايده ويخلص اللي بيعمله. هيرفض، بس رفضه مش هيبقى زي ان انا فاجئه بالشيء. خلينا نقلل اوامر، خلينا نوجد لهم بدايل. يعني لو انا هيقعد بدل ما اقول له يلا اقعد، كرسيين جنب بعض، تقعد على الكرسي ده ولا على الكرسي ده، تلعب باللعبة دي ولا اللعبة دي، احط له طقمين واحنا بنشتري بره اللبس بتاعه. هو صغير، هو صغير، اتس اوكي، بس مفيش ما يمنع خالص انه يختار لبسه.
هختار له طقمين. طبعا هو مش عارف يختار ما بين شتوي وصيفي، فانا هختار له طقمين، انا هجيب واحد من الاتنين وما عنديش ازمه فيهم، وهقول له تاخد ده ولا ده، اللي يشاور عليها دي هتفرق معاه، هيتبسط جدا، هيحس انه انسان وله كيان، ويقدر يقول ويقدر يقول لا، ويقدر يختار ويقدر ما يختارش. حسسوا الطفل انه انسان قادر على الاختيار، حتى ولو في اختيارات بسيطة، حتى في اختيار ألعاب. هتلاقوا العناد قل، هتلاقي يا مامي العند قل خالص تماما. هتلاقي شخص تاني، طفل تاني هيقول لا، انا مش بقولك لا، والمفروض ان انتي تنمي عنده لا دي. تشوفي ايه الحاجات اللي ممكن يقول عليها لا وانتي تستجيبي ليها. لما ده هيحصل هو هيبطل يقول لا على الحاجات اللي انتي عايزة يعملها.